السلام عليكم على احلى مشاهدين، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بقى النهارده فطائر كده بالعجوه حلوه قوي قوي للمدارس. هنعملها بالسمسم والعجوه. هي شكلها زي شكل الدونتس كده وطعمها روعه. مش عايزه اقول لكم، قد ايه بقى هي هشه وطريه زي القطن كده. جد يا جماعه حلوه قوي وسريعه جدا، يعني مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. هنا بوريكم بقى شكلها من جوه عامل ازاي، زي ما انتم شايفين كده معايا. يلا بقى نخش على المقادير، ومقاديرها سهلة جدا جدا. معايا هنا كوباية من اللبن. انا بستخدم في كوباية اللبن، بستخدم اللي هي الكوباية الكبيرة بتاع المية. هحط بقى على كوباية اللبن معلقة ونص من الخميرة الفورية، وهحط معلقة ونص من السكر، وهقلب بقى كويس الخميرة مع السكر مع اللبن لحد لما الخميرة والسكر يدوبوا تماما. طبعا لو انتي مش متأكدة من الخميرة ممكن نسيبها مثلا حوالي كده 5 دقايق او 10 دقايق. اول ما تعمل معاكي رغوة من على الوش يبقى كده خلاص الخميرة جاهزة معاكي. انا طبعا متأكدة من الخميرة بتاعتي اللي انا بستخدمها، لان انا ما بجيبش الا النوع ده اللي انا بستخدمه، فمتأكدة ايه منه، فبستخدم على طول ان انا بشتغل فيه على طول. تمام. واهم حاجه في الخميره الفوريه ان احنا نجيبها نقرا الصلاحيه عليها الاول قبل ما نشتريها، لان في ممكن نشتري حاجه تكون صلاحيتها قربت تنتهي او خلاص اوريدي منتهيه. معايا هنا بقى 3 معالق كبار من السمنه. استخدمت سمنه بلدي، بتستخدمي اي سمنه عندك، انا بستخدم سمنه ايه البلدي عشان تبقى حلوه في المعجنات. تمام. ممكن نستبدل السمنه بالزبده، يعني 3 معالق من الزبده. هقلب بقى كويس قوي الزبدة مع الخميرة واللبن والسكر. بعد كده بقى هبدأ هنزل بالدقيق. معايا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق. طبعا ايه معايرة بالكوباية اللي هي كوباية الشاي، بعاير بيها الدقيق. استخدمت 4 كوبايات. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تاخدوها ايه شوت سكرين. معايا بقى هنا اهو كده خلاص. طبعا انا بحب اهم حاجه ان احنا ندخل الدقيق في المعجنات عشان يديني نتيجه حلوه. حطيت هنا مع نص معلقه صغيره من الملح على الدقيق. هبدا بقى اقلب كويس كده لحد لما الدقيق يتشرب معايا المواد السائله، وبعد كده هبدا المها بايديا. ما بتاخدش اي وقت خالص وبتتعجن معاكي بسرعه جدا. المقادير كده طلعت معايا مظبوطه جدا. هبدأ بقى ايه، طبعا لو استخدمتي نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها الدقيق هتعايري بيها اللبن، هنستخدم في كوباية وربع من اللبن. تمام، لان كوباية الشاي صغيرة، انا استخدمت كوباية المية الكبيرة. المعيار ده يعني انا ماشية عليه وثابتة عليه في اغلب المعجنات. بستخدم المادة السائلة. كوباية المية الكبيرة بتاخد معايا 4 كوبايات من مج الشاي دقيق. تمام. هبدأ بقى هنا العجينة هسيبها تتخمر حوالي ساعة. بغطيها بغطا بكيس بأي حاجة عندك بتغطيها أو بفوطة نظيفة. وبعد كده هبدأ أنا غطيتها هنا بغطا عندي وسبتها لمدة ساعة. هنا بقى بعد ساعة أو أقل من ساعة كمان كانت اختمرت معايا. هبدأ بقى هلمها وأقطعها كور. تمام. كمية ال4 كوبايات دي عملوا معايا 9 قطع من الايه من المعجنات اللي هي بالعجوة دي، اللي هي على شكل ايه دونتس. بقطعها بقى قطع كبيرة او قطع صغيرة زي ما انت عايزة. ممكن نصغر الحجم شوية عن كده فهتديكي كمية اكبر. تمام. انا كنت مستخدمة بالنسبة لي الحجم ده مظبوط. هبدأ بقى ان انا هغطيها، هسيب العجينة كمان ترتاح 10 دقايق. وهنا بعد ال10 دقايق كانت اختمرت معايا. هبدأ بقى بأول واحدة انا عملتها. هبدأ ان انا هحط فيها قطعة من العجوة في النص كده وهلمها. عايزة اقول لكم تشكيلة سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. بس كده خلاص خلصت معايا اهي. هبدأ بقى اخلص كل الكمية بالطريقة دي. هفتح كده العجينة واحط فيها العجوة وهلمها، وهثبت بس الكرة كده على الرخامة عشان ايه زي ما انتم شايفين كده معايا عشان تطلع معايا مظبوطه. هنا بقى خلصت كل الكميه حطيت فيها العجوه. هبدا بقى بصباعي كده وهبدا ان انا هدوس عليها، هعمل شكل دوريه كده.
ممكن باي غطا عندك، باي حاجه تعملي الشكل ده، او بايديكي زي ما انا عملت كده. تمام. هبدا بقى كده زي ما انتم شايفين هعمل الشكل ده كانها زي شكلها زي الدونتس كده. على فكره ممكن نحشيها جبنه، ممكن نحشيها اي حشو احنا حابينها، ممكن نحشيها مربى، اللي انت حباها دي بقى بتنفع قوي قوي في المدارس. معايا هنا بقى بضايه هربها كويس جدا، مش ضايفه عليها اي حاجه. ومعايا هنا سمسم. هبدا بقى هاخد الدونتس كده عشان اثبت السمسم عليه. الطريقه دي بتثبت السمسم قوي على المعجنات وما بتخليهاش ان هي ايه، السمسم كده يقع من عليها. فهنا حطيت الشكل زي ما انتم شايفين كده معايا في البيض، وبعد كده ببدأ اغمسها في السمسم. بتطلع معايا كده زي ما انتم شايفين. فنحاول او نحاول ان احنا ندخل السمسم في كل المعجنات، لان بصراحه حتى لو مش في العجينه يبقى من على الوش كده، لان السمسم مفيد جدا 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 للاطفال والكبار كمان. فهو حلو قوي قوي وبيدي طعم حلو قوي للمعجنات. هبدأ بقى اخلص كل الكميه زي ما انتم شايفين كده، وهعمل بقى الايه زي ما انتم شايفين كده، بحرك السمسم عشان يجي في النص معايا. طبعا خلصت الكميه بتزودي ايه سمسم، انا زودت معلقه سمسم كمان عشان الكميه اللي معايا دي خلصت. هبدا بقى بدخلها الفرن بقى بعد ما اخلص الكميه. انا طبعا بسيبها تختمر بعد ما اخلص مرحله السمسم دي، بسيبها تختمر حوالي ربع ساعه كمان عشان حجمها يتضاعف معايا. اهم حاجه في المعجنات التخمير يا جماعه، كل ما مراحل التخمير معايا زادت كل ما بتيجي نتيجة افضل في المعجنات. هسيبها كمان تختمر ربع ساعة، وبعدين بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، والفرن يبقى سخن معايا. بتاخد حوالي 10 دقايق معايا في الفرن، على حسب الفرن معاكي بس. وبتطلع وبتبقى جاهزة معاكي. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. والسلام عليكم ورحمة الله.